اللايف ده معمول عشان اوريكم البلاتفورم هنتعامل معاها ازاي، وان شاء الله نعمل الكويز ازاي وننزل الشهادات كمان ازاي. تمام. خليكم معايا واحده واحده كده وايه بهدوء جدا جدا جدا. هنكتب على البراوزر في اي بي، وانا افضل ان احنا نعمل كل حاجه من الكمبيوتر المره دي. يبقى كده البلاتفورم في اي بي دوت تيفلزم دوت سي او دوت يو كي زي ما مكتوبه كده قدامنا على الشاشه هنا. اضغط انتر، هيفتح قدامنا الشاشه دي. الكورس اهو في اي بي سالتا تافل كونتنت 1 to 12. ده هتلاقي فيه ال 12 موديول. هتعمل اكسس كورس. شايفين الشاشه اللي فتحت دي؟ هنضغط على كلمه continue. بيقول لك guests cannot access this course please log in. فهتعمل continue. طب ليه انا عملت كده؟ عشان تعمل اكونت يبقى فيه اسمك زي ما انت حابب انه يظهر في الشهاده. فلو انت عندك اكونت فاكر اليوزر نيم بتاعه والباسورد، هتعمل I am not robot وتعمل لوج ان. طيب لو انت ناسي الباسورد هتضغط على اللوست باسورد، وهيتبعت لك على الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه، هيتبعت لك الباسورد. او ممكن تعمل نيو اكونت. لو انت جديد خالص هتعمل نيو اكونت، هتضغط على كرييت نيو اكونت هنا. انا هعمل اكونت معاكم دلوقتي حالا. اليوزر نيم مثلا محمد علي خلف. ده اليوزر نيم. باسورد ممكن نحط اي باسورد دلوقتي تلقائي عشان ما ننساهوش. الايميل انا هجرب بايميل مش موجود على الويب سايت خالص، كاني بعمل نيو اكونت من الاول خالص. اتاكد بس ان هو ايه مظبوط. ده الايميل بتاعي اللي انا هعمل بيه الاكونت. فيرست نيم محمد، ده اللي هيظهر في الشهاده بنفس السبيلنج. علي السيد خلف. يبقى انا حطيت الفيرست نيم محمد، والباقي بقى حطيته فين؟ في اللاست نيم علي السيد خلف. طيب اخدين بالكم ان انا كتبت الام كابيتال، الاي كابيتال في علي، الاي كابيتال في السيد، الكي كابيتال في خلف، عشان انا عايز شهادتي تظهر باسمي مكتوب بشكل صحيح. سيتي كايرو، كونتري ايجيبت. ممكن نضغط على حرف الاي هتقربها لنا شويه. اهي I am not a robot create my new account. طيب هنا بيقول لي، طبعا احنا ساعات بنكسل نقرا وبنبقى مش عارفين ايه اللي حصل. بيقول لي an email should have been sent to your address. تمام. It contains easy instructions to complete your registration. If you continue to have difficulty, contact the site administrator. طب فين السايت administrator؟ اهو اهو. تمام. ده الواتساب بتاعه محمد، وده الايه الايميل. جاء ايميل من تفلزم. فانا هضغط كده، جاي لي اللينك. احيانا اللينك ده بيبقى لونه اسود مش مفعل، فانت هتقوم اخده كوبي بيست كنترول سي ورايح على اي براوزر او تفتح تاب جديد في نفس البراوزر وتحطه هنا. تمام. تضغط انتر هيفتح معاك. تمام. فبيقول لك ثانكس محمد علي خلف your registration has been confirmed. كده احنا بقى عندنا اكونت على الويب سايت بالايميل اللي انت عملته، اللي انت دخلته باليوزر نيم اللي انت هتستخدمه. اهم حاجه تكتب اليوزر نيم ده عندك، وتكتب الباسورد اللي انت حطيته ده عندك في نوت مثلا. تنزل اي ابلكيشن تحط فيه اليوزر نيم والباسورد عشان ما تتعبش وانت بتدخل على الكورس بعد كده. نرجع على كلمه هوم عشان ايه نشوف الكورس بتاع الفي اي بي تاني. اكسس كورس، انرول مي. شايفين انرول مي اللي موجوده هنا دي؟ تمام. هضغط على انرول مي.